في الفيديو ده هاقول لِك على أحلى طريقة وألذ تتبيلة ممكن تعمليها لدبابيس الفراخ، دي وصفة سهلة كده وسريعة ومناسبة جدًا للعزومات، وعشان أجهّز التتبيلة عندي علبة زبادي هاضيف عليها شوية من التوابل هاكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو، وهاضيف عليها كده باكيت من مرقة الخضروات بتاعة كنور، بتدّي طعم حلو أوي للتتبيلة، وهاضيف على التوابل والزبادي معلقة من الصويا صوص ومعلقة من الكاتشب، وكمان معلقة من دبس الرمان، آخر حاجة هاضيفها هي الملح وربع كوباية زيت، وبعدين هاقلب التتبيلة دي كويس أوي، وهاركنها على جنب شوية لحد ما أجهّز دبابيس الفراخ. عندي هنا بقى كيلو من دبابيس الفراخ جبتها ونضفتها كويس أوي وحطيتها في محلول النقع اللي أنا عملته معاكم قبل كده لمدة ساعتين، وبعدين حطيت عليها معلقتين 3 من التتبيلة اللي إحنا جهزناها، و وزعت التتبيلة عليها كويس كده ودخلتها تحت الجلد يعني غلفت بيها الفراخ كويس أوي، والنُص التاني من التتبيلة حطيته على مجموعة كده من الخضار كانت موجودة عندي، ممكن تستخدمي أي خضار موجود عندِك، أنا حطيت بصل وبطاطس وجزر وكوسة وفاصوليا خضرا وبسلة، أي خضار موجود عندِك في التلاجة ممكن تستخدميه. حطيت عليه باقي التتبيلة اللي أنا جهزتها معاكم في الأول، قلّبت الخضار مع التتبيلة كويس، وبعدين جِبت طاجن فرن فرشت فيه الخضار، وبعدين رصيت عليه كده دبابيس الفراخ من على الوش، وحطيت كام مكعب من الزبدة ودخّلتهم فرن سخن على أعلى درجة حرارة لمدة ساعة كاملة، وآخر 5 دقايق بس فتحت عليهم الشواية كده عشان تاخد لون حلو من على الوش، وبس. عايزاكم تجربوا الطريقة دي وأنا متأكدة إنها تعجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسيف للوصفة دي.